اهلا بيكم، معاكم عبد العزيز حسين، محامي الاستئناف العام مجلس الدوله. مش هتقدر تحبسك بقايمه المنقولات. ازاي الكلام ده؟ بص، لو وصل بيكوا الحال لحته سد وخلاص مش قادرين تكملوا وهتطلعوا، يبقى تخلي بالك من 3 حاجات. اول حاجه انذار بعرض المنقولات. هتعمل ايه؟ هتعمل انذار بالقايمه، وهتذكر فيه انك هتسلمها المنقولات بتاعتها في اليوم الفلاني امام الاسم الفلاني الساعه كذا. جيت استلمت يبقى خير وبركه ويا دار ما دخلك شر، ما جيتش استلمت حطها لها في اي مخزن ويبقى على نفايتها الشخصيه. طيب، تاني حاجه، لو انت عايز تحتفظ بالعفش، او لو انت قعدتوا اتجوزتوا اسبوع وسافرت بره ومفيش عفش وعملتوا القايمه ديت سوريه كده علشان يحفظ حقها، وليكن القايمه قيمتها 200,000، فحضرتك هتعمل عرض بال 200,000 جنيه. جيت استلمت يبقى زي الفل و100 100. ما جاتش استلمت اعمل لها ايداع في خزينه المحكمه بقيمه الفلوس ال 200,000. تالت حاجه، لو عملت لحضرتك جنح التبديد، جنح التبديد بقيمه المنقولات، حضرتك هتروح المحكمه تاجل السداد. بعد ما تاجل السداد هتيجي تسلمها المنقولات بتاعتها. يفضل ان يكون معاك خبير. ليه؟ هتيجي تقول لك اصل الغساله دي مش بتاعتي، اصل الثلاجه ديت انا كنت جايباها ايديال واللي جايه لي زانوسي. هتقعد بص هتقرفك من الاخر. فبالتالي لما يكون معاك الخبير ويطابق الحاجه الموجوده بمطابقه القايمه الفعليه، فهي لو ما استلمتش براحتها مع انها استلمت، والله كده لا طالت ابيض ولا اسود وهتاخد براءه.